غنحيد هاد الكسوة وغادي نولي برلماني وغنهضر على موالين النظافة في البرلمان. غنحيد هاد الكسوة ونلبس كومبلي، حيت هما راه كيلبسوا إما الكومبليات ولا كيلبسوا جلال بيضين وكيديروا داك العيطة. غنحيد الكسوة وغنلبس الكومبلي وسمعوا أنا غنتكلم على موالين النظافة في البرلمان. بلاتي نقاد التليفون ونلبس كومبلي. ايوا حيد الكاسكيط وكلشي بلاتي. حتى الوقفة ديالهم تا هي. آه شكرا سيدي الرئيس. إخواني وأخواتي النواب المحترمين، السادة الوزراء المحترمين، السيد الوزير، اليوم أنا عندي واحد السؤال واحد، وربما لأول مرة غادي يطرح في هاد القبة الموقرة، حول واحد القطاع اللي هو واحد القطاع حساس في المجتمع، اللي هما عمال النظافة السيد الوزير، وعلى المجهود اللي تيقوموا به، وعلى ديك الصورة اللي تعطيو على بلادنا في هاد المجال، لأنهم تيساهموا في البيئة وتيساهموا حتى في السياحة، لأن بلدنا ضيف كيستقطب سياح سيد الوزير. وهاد الناس سيد الوزير كيجمعوا لنا حاشا خنزنا وكيجمعوا لنا زبلنا، عوض سيد الوزير ما أننا نتهلاو فيهم ونكرموهم تنسميهم موالين الزبل. ولكن عادي هاد موالين الزبل، لأن ربما سيد الوزير أنت راه شي مرات كنقولوا عليك راك خانز فلوس ولا عندك الزبابن ديال الفلوس، هذا علاش عندنا عادية. المهم سيد الوزير هو أننا نتهلاو في هاد الناس وما كرهناش هاد القطاع يدخل القطاع العام وما يبقاش في القطاع الخاص سيد الوزير، علاش لا؟ وعندي غير واحد الاقتراح، انا راه ما كرهتش يعني اي مسؤول خدا شي مسؤوليه في البلاد يخدم في النظافه 48 ساعه. السيد الوزير، شكرا سيد الرئيس، السادة الوزراء، اخواني النواب المحترمين.